في عالم المستشفيات، في أماكن محدش بيقرب منها، مش عشان خاطرها لكن عشان إحنا اللي خايفين نواجه الحقيقة. النهاردة هنحكي لكم قصة رانيا، الدكتورة الشابة اللي وصلت لمستشفى الأمل الجديد. من بره المستشفى زي أي مستشفى تاني، بس جواه في أسرار كتير مستخبية. رانيا من أول يوم لاحظت إن في حاجة غريبة، الممرات الطويلة والهادية، النظرات المريبة من التمريض، والصمت اللي بيلف المكان، كله بيقول إن في سر كبير، في جناح غامض محدش بيتكلم عنه. كل ما تسأل حد يغير الموضوع أو يمشي. السجلات القديمة يا مفقودة يا متمسحة، كأن في حد عايز يخفي حاجة. الأيام بتعدي والغموض بيزيد. رانيا بتشوف حاجات غريبة، ممرضات بتبصلها بخوف، أصوات غريبة بتطلع من الجناح المقفول، وكل ليلة نفس الحلم، باب أسود عليه رقم 6 بيظهر في كل حلم. ليه الرقم ده؟ إيه اللي وراه؟ وليه كل الناس بتخاف لما تسمع عنه؟ في يوم رانيا لقت ظرف على مكتبها، فتحته بإيد مرتعشة، صورة ليها واقفة قدام جناح 6 في يوم وصولها، بس هي عمرها ما راحت هناك. السؤال مش إيه اللي في الجناح ده، السؤال الحقيقي إيه علاقة رانيا بالمكان ده؟ حبايبنا المشاهدين، الحلقة دي مجرد البداية، في أسرار كتير لسه مستنياكم. لو عجبكم المحتوى متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شاركونا في التعليقات توقعاتكم، إيه اللي هيحصل لرانيا وإيه سر الجناح رقم 6. نشوفكم في الحلقة الجاية، خليكم مستعدين.